يا مساء الخير. لاحظنا في الشهور الأخيرة ازدياد العنف بين أطياف المجتمع، ناس بتضرب بعض في المترو، وناس بتضرب بعض في الشارع، وناس بتجري ورا بعض، وناس كل حد يتخانق مع حد يستخدم إيديه. يا جماعة الموضوع كده صعب جدًا، يعني صعب جدًا إن إحنا نخلّي العنف أول الحلول بالنسبة لنا، يعني يا جماعة معقولة كده؟ الناس معديين في المترو مش قادرين تستحملوا بقى يعني يضربوا بعض بهذه الطريقة الوحشية وراجل وست؟ يعني الحقيقة يعني مظاهر غريبة جدًا عن المجتمع بتاعنا، بجد. يعني أنا مش عايش في مصر دلوقتي، بس أنا عِشت في مصر كتير، يعني عِشت في مصر 36 سَنة متواصلة، ما شُفتش وركبت المترو آلاف المرات، ما شُفتش الكلام ده. يعني إيه ده يا جماعة؟ وبعدين لازم نخلّي يا جماعة في تسامح في المجتمع شوية، وكمان واحدة من أهم المظاهر اللي ما بقتش موجودة في المجتمعات، الاعتذار، يعني ثقافة الاعتذار. يا جماعة الناس بتغلط، كلنا بنغلط، وكلنا ممكن نتعصب، وكلنا ممكن نتنرفز، وكلنا ممكن يحصل لنا موقف يخلّينا عصبيين، ولكن كمان لازم نعتذر، ولازم آه، نخلّي ثقافة الاعتذار موجودة طول الوقت في المجتمع، ونعزّزها. والاعتذار مش حاجة ضعف أو حاجة تقلل من قيمة البشر، بل بالعكس، الناس اللي بتعتذر بحق عن حق الحقيقة بتجدها إن هم محترمين جدًا في المجتمعات، والناس بتقدّرهم جدًا، وكمان الناس اللي بنخطأ في حقهم وبنعتذر لهم كمان يقبلوا الاعتذار، بلاش نكبّر المواضيع كده، ده ربنا سبحانه وتعالى بيقول: "وليصفحوا وليغفروا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟" يعني ثقافة الاعتذار واجبة ومطلوبة. لإن الحقيقة ازدياد العنف في المجتمع هيخلّي الوضع صعب جدًا، مش هيبقى في حد فينا قادر يمشي في الشارع آمن، ولا عيّل ولا كبير ولا صغير، كده خطر، كتير خطر، يعني مش ناقص يا جماعة يعني خلّينا إحنا قلبنا على قلب بعض، إحنا الشعب البسيط، المجتمع البسيط، خلّينا قلبنا على قلب بعض، يعني كفاية البلاوي اللي عندنا، المشاهير والفنانين ونخنوخ وأحمد سعد، يعني الواحد مش عايز أتكلّم عن الناس دي، لإن الحقيقة يعني الناس دي بقت المفروض إنها أقل بكثير من إن أي حد يتكلّم عنها، لإنها يعني حاجة مش فاهم الإعلام ماسك نخنوخ نخنوخ يا جماعة يعني في الآخر المعلم صبري نخنوخ يعني ما فيش داعي لكل هذه ال الضجة عشان صبري نخنوخ اتقبض عليه، عادي يعني. يعني أُمّال لو في حد يستاهل بجد كنت عملته إيه؟ وأحمد سعد أعمل إيه أحمد سعد يا جماعة؟ أحمد سعد واحد بينفّذ الماسونية بكل ما تحتويه الكلمة من معاني، ده المثل الأعلى، ومش لوحده على فكرة، يعني كثيرًا، كثيرًا من المشاهير والفنانين والفنانات بقوا في الماسونية، وواضح جدًا يعني، بيتعرّوا يعني ما علينا. فخلّينا إحنا المجتمع بقى يعني نحاول نلفظ هذه الأشياء، وبلاش العنف ده. وبعدين يا جماعة صغائر الأمور أحيانًا بتؤدي إلى كوارث عظيمة، ما تستهونوش، إنك ممكن تتعصب حاجة بسيطة ومشكلة صغيرة في مترو، في مواصلة، ممكن تؤدي إلى كارثة، ممكن تؤدي إلى جريمة كاملة، فيا جماعة لأ، بلاش. خلّينا نرجع تاني التسامح والاحترام بين أطياف المجتمع أرجوكم. يعني خلّينا إحنا الناس المجتمع العادي، خلّينا إحنا بقى يعني نبقى إحنا البقية الباقية عشان نقدر نحافظ على المجتمع دوّة لولادنا ولمستقبل ولادنا اللي جايين. حافظوا على ثقافة الاحترام وثقافة الاعتذار أرجوكم. شكرًا لكم على حُسن المتابعة، أرجوكم ما تنسوش تعملوا لايك وشير على فيسبوك وتيك توك، سبسكرايب على اليوتيوب. أنا عمرو محمود ودول كلمتين من القلب. مساء الفل.